الذي يحكم الجزائر بقفاز حريري تلبسه يد نارية. ولا توجد أبدا أي مؤشرات لقبوله مشاركة آخرين أو أحزاب تعارضه، وخاصة إذا كانت ذات مسحة إسلامية في الحكم. هو الرجل يختار ما يختار ويحكم بما يحكم، ولا يريد أي أحد يعارضه في الجزائر. هل أنت كمراقب، يعني هل عمق الأزمة كمراقب الآن أصبح على المحك في الجزائر؟ بالتأكيد أنا أتصور أن الأمور مرشحة للتصاعد أكثر في هناك العديد من الإصلاحات يختلف كثيرا عن بن علي. الإصلاحات التي قام بها النظام الجزائري، يعني هي مشكلة عبد العزيز بوتفليقة، وأنه يعتبر نفسه كقادة الثورة الجزائرية بشكل عام، أحمد بن بلة وغيره ونظم حكمهم التي خبرناها والشاذلي بن جديد، يعتبرون نفسهم آباء مسؤولين عن إدارة شؤون البلاد بالطريقة التي يرونها. هم يقدمون كما يقدم الأب نصائحه لابنه: واعمل كذا ولا تعمل كذا وانتظر قليلا حتى نبني بيتا جديدا. جميل. هم يتعاملون بهذا الشكل. أنت تعرف أحداث عام 88 التي اندلعت فيها الجزائر. نعم. أستاذ محمود الشناوي، هل من الممكن في ظل هذه التظاهرات ضربات أن يكون هناك تعامل أمني وقمعي مع هؤلاء المتظاهرين ونرجع لأحداث كشاكلة الأحداث عام 88 مع الاختلاف في المواقف؟ يعني لا، هي الصورة مختلفة، ولكن التعامل القمعي لم يختلف طبعا. يعني هو معروف الأمن الجزائري والعسس الجزائري من أشد الأنظمة قمعية في المنطقة، وهو لا يتوانى أبدا عن استخدام أبشع الأساليب لإطفاء أي جذوة للتظاهر، حتى وإن كانت من عمال بسطاء. إن تم استخدام القمع، من الممكن أن نشهد أن تكون تظاهرات كشكلة تونس مثلا. هل هناك أوجه شبه بين تونس والجزائر في هذا؟ لا، يعني الشبه الوحيد هو في النظام الديكتاتوري، ولكن الشعب الجزائري أكثر قدرة، لأنه شعب خاض نضالا وخاض تجارب يعني دموية في الشعب التونسي. زين العابدين بن علي جرف الشعب التونسي لدرجة أنه أصبح أقل قدرة على تجاوز المرحلة التي تلت زين العابدين بن علي. أما بالنسبة للجزائر فهو شعب أكثر تسييسا وأكثر قدرة على التعامل مع الأحداث، وهناك دور قوي جدا للنقابات العمالية تحديدا وحقوق العمال التي يستطيعون أن يحصلوا عليها بأي طريقة شاء. ماذا عن الإسلاميين الآن؟ الإسلاميين أنا أتصور أن المعركة التي خاضوها خلال السنوات التي تلت انسحاب الشاذلي بن جديد وتولي الجيش وقادته الأشداء تجعلهم يعني يتروون كثيرا عن خوض مواجهة مع النظام الجزائري، إنما القواعد الشعبية هي التي يجب المراهنة عليها في الفترة القادمة. إذن ربيع العربي يقترب من الجزائر برأيك؟ أنا أعتقد ذلك، يقترب جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود الشناوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ناقشتنا في ملفات الاستوديو الثامنة لهذه الليلة على مدار ساعتين إلى ربع الساعة. دعونا نذكر بعناوين ملفات هذه الليلة قبل الختام. البحرين ووثيقة المعارضة بسبب بوليسية الدولة. المعارضة تتعهد بمواصلة المسيرات السلمية بإصلاحات ديمقراطية. ليبيا ولغز المعتصم في سقطة جديدة للانتقالي. تضارب الأنباء حول اعتقال نجل القذافي في سيرت. القوات المسلحة أحد المهام الرئيسية من تواجدها هو منع الاحتكاك ما بين المواطنين اللي موجودين في المنطقة وما بين المعتصمين. مصر وموقعة ماسبيرو العسكري ينفي إطلاق النار على متظاهرين أقباط. الحادث يزداد غموضا. الجزائر وحمى الإضرابات. إضراب المؤسسات التعليمية يزيد الضغوط على الحكومة الجزائرية.
مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل لمعرفة مقترحاتكم والملفات التي نناقشها في استوديو الثامنة كل ليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إذا مشاهدينا الكرام، قبل الختام أريد أن أذكر بأنه لغرض توفير ترددات أفضل وأقوى نوجه عناية السادة المشاهدين بأن بث قناة الحدث سيتوقف على قمر نايل سات القديم، وسيتم التحول إلى قمر نايل سات 104 الجديد، وذلك اعتبارا من يوم 23 من تشرين الأول أكتوبر الجاري على التردد رقم 12341. هذا التردد 12341 ميجا هرتز وباستقطاب أفقي، وسيتوقف البث لمدة ساعتين، حينها في تمام الساعة 2 صباحا توقيت القاهرة، 3 صباحا توقيت بغداد، نتيجة الانتقال إلى القمر الجديد. لذلك وجب أن نبلغكم أيها السادة. بقيت تحياي في النهاية، إلى اللقاء. وجا قدام الولاد